يا دكتور انا دايما ايدي بتترعش طول الوقت، اصحى من النوم وانا بشتغل او قبل ما انام دايما بلاقي ايدي بتترعش. لو عايز تعرف اجابة السؤال ده او عند حضرتك رعشة الايدين او ركفة الايدين زي ما اخواتنا العرب بيسموها، يبقى الفيديو ده مهم جدا لحضرتك. بس قبل ما نجاوب على السؤال ده انزل دلوقتي في الكومنتات صلي على سيدنا النبي، خلينا ناخد حسنات واحنا قاعدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا مصطفى هنا حكيم اعصاب. يلا بينا بقى دلوقتي نجاوب على السؤال. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ ان شاء الله جميعا تكونوا في افضل حال وفي افضل صحة. رعشة الايدين مشكلة عند ناس كتير، صورنا عنها حلقة والتانية وبرضو الناس بتطلبها مننا واحنا تحت امركم. وفي الفيديو ده هنبسط الموضوع وهنتكلم عن اسباب رعشة الايدين وازاي تقدر تتعامل معاها، وفي اخر الفيديو بمشيئة الرحمن هنتكلم عن تمارين تقوية لعضلات الايدين واهم النصائح اللي عليك ان انت تعملها عشان تتجنب رعشة الايدين. فخلونا نمسك الموضوع واحدة واحدة. اسباب رعشة الايدين كتيرة، ومن اشهر الاسباب اللي ممكن تؤدي لرعشة او ركفة الايدين اول سبب التعب او المجهود العضلي. الناس اللي حياتها بتبقى دايما مشغولة وبتعمل مالتي تاسك او احداث كتيرة جدا ممكن تؤدي مع الوقت خاصة مع سوء التغذية لرعشة في الايدين. تاني سبب التوتر او الاجهاد النفسي. الاجهاد النفسي والتوتر هو من احد اشهر اسباب رعشة الايدين، لان الجسم بيتعامل مع الخوف والتوتر ده بالرعشة، ودي ظاهرة بتبقى طبيعية جدا. رقم 3 اضطرابات النوم اللي جاية نتيجة كثرة استخدام المنبهات اللي بدورها بتخلي الانسان ما بيعرفش ينام بشكل كويس، ودي بتؤدي برضه لظهور رعشة الايدين. ولو كان سبب الرعشة حاجة من الثلاثة دول احنا بنسمي انواع الرعشة دي الاسينشال تريمورز، او رعشة مش بتحصل نتيجة سبب مرضي لا قدر الله، واول ما تبدا تعالج الموضوع ده وتبدا ان انت تتحكم فيه بتلاقي الرعشه بدات انها تقل تدريجيا. هل في رعشه ممكن تيجي نتيجه مشاكل مرضيه في الجسم يا دكتور؟ طبعا، والانواع كتير قوي. اول سبب الام الرقبه، ضغط على العصب اللي بيكون جاي من الرقبه بالنسبه لنا، والضغط على العصب ممكن يؤدي بعد كده لضعف عضلات الايدين ان لم يعالج، وبالتالي المريض ده بيبدا يحس برعشه في الايدين وضعف عضلات الايدين بشكل كامل. تاني حاجة مرض الباركنسونيزم. مرض الباركنسونيزم من الأمراض اللي احنا اوريدي شرحناها قبل كده في حلقة لأن هو بيطول شرحها جدا، ولكن المريض في المراحل الأولى منه قد يعاني من حدوث رعشة في الإيدين أو حتى كمان رعشة في الأقدام. ثالث مرض معانا هو مرض التصلب اللويحي، وده مرض بيكون صعب جدا، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا جميعا إن شاء الله. والمريض بيعاني فيه من رعشة شديدة جدا في الإيد وكل الأعصاب الطرفية بالنسبة له. في الأغلب رعشة الايدين بتبقى جايه نتيجه سكندري بروبلم او مشكله ثانويه ناتجه عن مشكله اوليه في الجسم، وعشان كده اول ما تعالج السبب بمشيئه الرحمن هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بدا يتحسن بشكل كبير جدا. وعشان تعرف هل الرعشه اللي في ايدك دي جايه نتيجه توتر او تعب او مشاكل وضغوطات في الحياه ولا جايه نتيجه مرض معين، لازم تكشف عند طبيب المخ والاعصاب عشان نقدر نحدد سبب الرعشه الاساسيه في الجسم وبناء عليه يتم العلاج. طيب هل في طريقه اقدر احمي نفسي بيها من رعشه الايدين؟ اهم طريقه تقدر تحمي نفسك بيها من رعشة الايدين هي تقوية عضلات الايدين. وتقوية العضلات بتحصل دايما من خلال التغذية السليمة الغنية بالمعادن والفيتامينات اللي العضلات والاعصاب بتحتاجها. وتاني حاجة تمارين تقوية الايدين، وهنتكلم دلوقتي بمشيئة الرحمن عن تمارين بسيطة جدا جدا مش هتاخد من وقتك اي حاجة، ولكن مفعولها مفيد جدا في تقوية عضلات الايدين. هنبدأ دلوقتي في شرح التمارين، بس قبل ما نبدأ لو ما عملتش فولو او ما اشتركتش في القناة لو انت كنت بتشوفني على اليوتيوب يا ريت تدعمنا وتنورنا فيها. اول نوع تمارين معانا هي تمارين الرينج اوف موشن او تمارين المدى الحركي، وفيها بشكل مبسط جدا ان انا ببدا احرك الايد بالنسبه لي حركه دائريه زي ما حضرتك شايفها كده، وبعد كده ببدا ان انا اعكس الحركه بالنسبه لي، ضامم الايد بالنسبه لي على الاخر وببدا ان انا اعمل التمرين ده. تاني تمارين معانا هي تمارين الاستطاله، زي ان انا بفرد ايدي قدام زي ما حضرتك شايف كده، وببدا استخدم الايد الثانيه واعمل استريتش
خفيف، وبأكد تاني يكون استرتش خفيف بالنسبة لنا. في التمرين ده تعد من 1 لحد 10 وبعد كده تريح، ولكن التمرين ده ما بيكونش محبذ للناس اللي بتعاني من متلازمة النفق الرزغي او عندها ضعف في الاعصاب في المنطقة دي، ان هو ممكن يزود معاهم الوجع. ثالث حاجة معانا هي تمارين المقاومة. وتمارين المقاومة ان انت بتحط وزن على الايد وتبدأ انك ترفعها. طب لازم احط وزن على الايد؟ انا ما عنديش اوزان في البيت يا دكتور. بمنتهى البساطة هتبدأ انك ترفع ايدك بالشكل اللي انت شايفه ده، وتستخدم ايدك التانية كمقاومة من غير اي وسيلة تانية، وتبدأ انك ترفعها لفوق وتريح تاني. من التمارين المهمة لتقوية الايد، عايز تاخدها من ناحية قدام ان انت تحرك ايدك لقدام، او حتى من ناحية الجنب شوية وتبدأ ان انت ترفع ايدك، مفيش اي مشكلة. المقاومة اللي بتعملها هنا للعضلات بتاعة الايد بتساعد في تقويتها بصورة بسيطة جدا جدا جدا. في وسائل تانية كتير لتقوية عضلات الايدين، اهمها الكماشة الطبية او الكورة بتاعة الضغط، والنتائج بتاعتها بتبقى مذهلة، فممكن تستخدمها. ولو عايز تستخدمها طول اليوم مفيش اي مشكلة. في نهاية الحلقة حابب افكرك ان الوقاية احسن بكتير جدا من العلاج، واهم نعمة عند الانسان هي صحته، فحاول تحافظ عليها بكل ما اوتيت من قوة. لو حضرتك مهتم بالاعصاب وعايز تعرف ايه الجديد في العلاج الطبيعي للاعصاب والعمود الفقري، يبقى حكيم اعصاب مكانك. وفي اخر الحلقة اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الحلقة ما تنساش ان انت تدعمني بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفني على اليوتيوب او بتشوفني على الفيسبوك. ما تنساش تدعمني بلايك، منشن، شير. اتشرف ان حضراتكم تتابعوني في اي بلاتفورم انا موجود فيها اونلاين، فيسبوك ويوتيوب بنفس عنوان حكيم اعصاب، انستجرام والتيك توك باسم مصطفى سليم. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه قريب جدا. يومكم زي الفل. سلام عليكم.